السلام عليكم. جبنا اللسان من اللغلوغ وسويناه وسلخناه وقطعناه وعملنا طاجن وعملنا محمر وعملنا جنبه ايه؟ سلطه الطحينه. لو عايزه تشوفي الحلويات دي بطريقه حلوه جدا جدا جدا، ولا في ريحه زفاره ولا في طعم وحش، واللي مش هيحبه هياكله بالطريقه دي ايه، زي ما انتم متعودين مني في تكايه وحركايه كده، خليه احسن لسان في الدنيا. مستنيه ايه؟ يلا نكمل مع بعض الفيديو. صبح صبح يا عم الحاج، كل سنة وانتوا طيبين وباللحمة متهنين. جاية اعمل لكم احلى حاجة في الذبيحة، اللسان. والله بصوا اهو، بسم الله ما شاء الله باللغلوغ بتاعه. هنعمل ايه مع بعض؟ انا هنا محضرة حلة مية بتغلي، مية ما فيهاش اي حاجة. هسيبه حوالي 20 دقيقة ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو بصوا الحلة المية مغلية اهي، هنزل فيه اسمي بسم الله الرحمن الرحيم زي ما هو. بس هسيبه 20 دقيقة ونشوف هنعمل ايه بعد ال20 دقيقة. المية دي مش مية سليق، انا بس بنزل الرواسب بتاعته والزفارة بتاعته عشان اخد احلى شوربة منه بعد كده. 20 دقيقة ونرجع نشوف فيه ايه. بصوا هاجي كده غلي خلاص، كده غليناه حوالي تلت ساعة نص ساعة. هنعمل ايه بقى؟ حاطه انا هنا حلة تانية المية بتغلي، هحط فيها المنكهات بتاعتنا كلها، بصل طماطم جزر ورق لورا حبهان مستكة فلفل الكبابة الصيني، حبة قرفة، ليمون لورا، مكعب مرق. ده كله بصوا الحاجات اللي طلعت دي، طبعا انا من الصبح عماله اشيل فيها دي كلها. كده هتاخدي احلى شوربه بقى. خلاص احنا كده طلعنا فيه كل اللي حاجه. هنحطه بقى ازاي بقى في الحله هنشوف. بسم الله. هنحط اهو طماطم جزر بصل ليمون ناشف مكعب مرق براحتك، بس بتدي طعم حلو قوي. هنا دي حبهان مطحون فلفل كبابه صيني، كله هنحطه اهو مع بعضه ماشي. وهننزل باللسان بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى يكمل سواه في ايه، هو لسه هو ما استواش خالص، هيكمل سواه بقى، بياخد له ساعه ساعه ونص تبع ما ايه حجم اللسان عندك، وتشوف الوقت هياخد قد ايه. نسيبه يستوي براحته، وبعد ما يستوي هنشوف هنعمل فيه ايه. يلا بقى هنعمل مع بعض احلى طاجن لسان في الدنيا. هنحط ايه، معلقه سمنه بلدي كده حلوه ماشي، عشان تعملي احلى طاجن لسان في الدنيا بقى. ما احنا هنعمله ايه زي ما قلنا، متحمر وطاجن. هنعوز ايه، بصل طماطم فلفل حامي فلفل رومي. عندك فلفل الوان ماشي، ما عندكيش خلاص زي كده. عندي ما عنديش، ما لقيتش عندي. هنحط ايه، بسم الله. هننزل البصل الاول نتبله تتبيله حلوه كده، ومعلقه صلصه ومعلقه هريسه بس. وطبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبره. نفرفط ايه البصل كده ونصلي على النبي. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ينزل يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله في التعليقات. بصوا يا جماعه، واحنا كده بنحمر البصل، نفسي ايه اقول لكم حاجه كده والله. انا بخش على فيديو ما عجبنيش خلاص ما كملش واعديه. خلاص عايزه اقول لكم الكلمه صدقه، الكلمه الحسنه صدقه، هتنفعك يوم القيامه والله. يعني انت دلوقتي لو انت دخلتي عند اي حد قلت له كلمه مش هي وزعل، لا قدر الله لا قدر الله زعل، ده حصل له، انتوا شايفين اهو الناس كلها مش مستحمله، حصل له زعل، حصل له حاجه وحصل له حاجه، وكان بذنب كلمه انت قلتيها وانت قلتها، هتستفيد ايه؟ ما عجبكش المحتوى اللي انت بتشوفه اقلب، كفى الله المؤمنين شر القتال. مش عاجبك حاجه اتكل على الله اخرج، ما حدش طلبك على ايدك خلك او ضربك على ايدك خليكي تتفرجي، خليكي انقدي زي ما انت عايزه يا ستي، في طريقه مثلا، في طريقه الطهي، في طريقه الكلام كده. لكن تيجي تقولي على اي حاجه كده لا. يا ريت يا ناس، يا ريت يعني احنا في ايام ايه، في ايام محتاجين كل كلمه. يا ريت نختار الكلمه الحلوه، الصدقه ده ايه البسمه كده، لما انت تبتسمي في وجه اخيكي صدقه.
ما بالك بقى لو قلت له كلمه قتلته او كلمه زعلته. كلمه بتقتل، كلمه بتموت. هتستفيدي ايه؟ او هتستفيد ايه غير ان انت تاخد سيئات وتزعل واحد او واحده؟ ممكن على فكره تقطعوها ارفع من كده او اصغر من كده زي ما انتوا حابين. التقطيعه دي بتاعتكم. يلا نصلي مع بعض بقى في الكومنتات على النبي المختار خير خلق الله. انا هشوح. بصوا انا عايزه احس بايه؟ بالبصل في الطاجن. انت مش حابه ممكن تقطعيها رفيع خالص مربعات، ماشي. انا هنزل كده بالفلفل الحامي. برضو الفلفل الحامي ده اختيار، بس صدقوني بيعمل ايه الطاجن لما يبقى مشطشط كده بيبقى طعمه حلو اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بدأ اهو يدبل. عندي فصين توم، عندي الطماطم والفلفل الرومي انزل بيه. لو عندك فلفل الوان حطي. هنزل بمعلقه هريسه وهنزل بصلصه اهي معلقه كبيره. قلب كل الحلويات دي مع بعض. طبعا هنحط توابلنا. حطي ملح. ملح طبعا حسب اللي انت بتحبيه. حطي فلفل. حطي رشه كمون. هنحط كزبره ناشفه. اهي كل توابلنا هنسيبها بقى تاخد ايه مع نفسها، تاخد ودي بشكل ودي بس كده. طبعا الخضار ده كله هينزل ميته. هنسيبه مع بعض ونرجع بقى لما يتسبك كله هنشوف هنعمل ايه. يلا بصوا بقى استوينا اهي، بس نحاول نقشره عشان هو سخن، لو برد مش هنعرف نقشره. شو اهو انتهى سهوله اهو. اهو بيتقشر مفيش اسهل من كده اهي. بوريكوا كله عشان ايه لو عصلكن معاكي ما تقوليش يا نهار ابيض، لا اهو زي الفل اهو بيطلع اهو. بس استحملي بقى شويه عشان هو سخن. بجيب لكم الحته اللي ايه هتلاقوها غلسه شويه معاكم في البط اهو كده اهو. اهو بصوا اهو. بصوا نبتدي بالسكينه نشيلها كده. بصوا اهو مفيش اسهل من كده. الحته اللي ماسكه بالسكينه كده وسلكيها بس. نجرب بس ايه
بصوا اللغلوغ اهو، العظم ده كله مش هنرمي حاجه. كان في قرقوشه يا سلام جميله. عايزه اقول لكم ريحته وهو بيستوي تحفه والله، جميله قوي قوي اهو. ما تسيبيش حته من الجلده دي، ما تشيلهاش، كل الجلد ده شيليه. هنقطعه بقى بالورب كده اهو. السمك اللي انت عايزاه كبير، عايزاه يعني عريضه شويه اهو. بصوا اهو مستوي وزي الفل. طبعا الحاجات دي عايزه سكين حاميه عشان تتقطع معاكي سهل. قطعنا كله ونرجع بقى. بصوا بقى حلاوه اللحمه، قطعتها اهو. بصوا طريه من جوه. هاخد حبه احطها في الطاجن ونحطها في الفرن ونحمر الايه الباقي. عايزه تعملي معاها، انا هعمل جنبها مكرونه بصلصه كده بالبصل والثوم، تستاهل بقكم. وحبه الشوربه طالعه شفا شفا بجد. وطبعا ايه ده، القرقوشه دي انا بموت فيها. بصوا لحمتها جميله. يلا مع بعض ايه نحطها في الطاجن. بصوا بقى اهو، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم بارك، تحفه. انا هحط اهو. انت عايزه تعمليها كلها في الطاجن، هعمل القرقوشه دي في الطاجن اهي كلها كده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهي. الحته اللي عند اللغلوغ دي برضو هحطها في الطاجن بس كده اهو. عايزه اقول لكم تحفه تحفه بجد. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم الريحه هنا قلبه الدنيا قلبه الدنيا. الحبه الباقيين حمرهم باذن الله مع بعض. ونحط بقى ايه كبشتين شوربه. عايزه اوريكم الشوربه صافيه ازاي. بصوا صافيه قوي قوي قوي. بصوا وحاطين، بصوا نعملها بحلاوتها. الشوربه اهي، نحط اتنين كده ونقلب ياخد غلوه بس، ونحطه في الطاجن مع بعض ونحطه في الفرن. يا سلام يا سلام على الروايح. يا ريتكم تحطوا هنا وتشموا الريحه وتاكلوا معانا بالف هنا. يشوف الفيديو منساش ينزل في الكومنت ويصلي على حبيبه وحبيبي وحبيب الامه كلها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تاخد غلوتين بقى وانقلها ايه في الطاجن. بصوا حطينا الطاجن اللسان في البايركس اهو، او عندك طاجن. بصوا بقى، بصوا الالوانات والجمال اهو. بصوا بصوا من تحت شكله ايه. هندخله الفرن ياخد ويدي مع بعض كده بشكل ودي ويتحمر وشه وايه، ونرجع لكم واحنا بنحمر باقي اللسان. ده ممكن تعملي مع الطاجن ده رز ابيض، عشان الصوص اللي طالع ده منه تحفه من الاخر يعني، فاخر من الاخر. تعملي معاه رز ابيض والصوص ده تحطيه على الرز وزي الفل مع سلطه الطحينه وسلطه ايه طماطم وزي الفل. هحطه في الفرن ونرجع واحنا بنحمر الباقي. بصوا بقى انا حطيت زبده بلدي، زبده مش سمنه. ليه فاتن زبده؟ عشان الزبده بيبقى فيها لسه الخير بتاع السمنه، بيبقى اللي احنا بنسيحه المرطه والحاجات دي بتدي طعم للتحمير، سواء بتحمري في لحم او فراخ حمريها في زبده مش سمنه. وحطيت حبه زيت ماشي. عايزه اقول لكم حاجه تاني، حتى وانتوا بتعملوا الحواوشي ادهنوا الرغيف زبده كده، جربي وهتلاقي طعمه مقرمش وجميل غير السمنه او الزيت
اهو. بسم الله. الطاجن شغال في الفرن، الله ينور، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، زي الفل. عايزه اقول لكم ريحه الزبده مجننه الدنيا. جربي كده. انا زي ما بقول لاولادي مثلا يقولوا لي ايه الاكله دي ما بحبهاش، اقول لهم طب جربوها، عجبتكم ما عجبتكوش ما تاكلوهاش تاني، او اي حاجه. جربوا الاول، ايه قبل ما تقولوا بنحب او ما بنحبش، ونعمل او ما نعملش. جربي يا ستي، ما بقولكيش في حاجه كبيره، جربي في حته صغيره وشوفي. بصوا اهي ما شاء الله اتحمرت اهو، حطيت لها ملح وفلفل. هنطلعها بقى ايه على خضره اهي. بصوا جمالها وحلاوتها اهي، بسم الله ما شاء الله. يا جماعه اللسان ده طبعا احنا ما بناكلوش، يعني ناكله فين، كل فين وفين، يعني كل مده، مش زي اللحمه مثلا، مش زي الفراخ. الحلويات دي عموما بتتاكل في المواسم، في الاعياد كده اهو. بس بصوا بقى طبقنا اهو. بصوا رجعت لكم، عملت سلطه الطحينه وحمرتها زي ما انتم شفتوا، والطاجن تحفه تحفه تحفه، ريحته قلبت الدنيا. طبعا ده ما يحلاش غير ايه، هنعمل مع بعض سندوتش اهو كده اهو اهو. ونحط الطحينه كده، بصوا بقى، ويتاكل كده. الله، حلو قوي 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 قوي. اللي مش هيحبه هيتعجبه وهياكله. بصوا الطاجن وحلاوته، بصوا الخضار اهو، بصوا باللحمه مستوي وتحفه تحفه تحفه. بصوا الخضار حلو قوي قوي قوي، بس سخن جدا جدا جدا، كنت كلته ودقته لكم. بصوا اللحمه مستويه وطعمها تحفه. عايزه بقى اللي معايا في الفيديو ينزل في الكومنتات يصلي على النبي ويقول لي كلمه حلوه، ولو ما عملش لايك يعمل، ولو ما اشتركش في القناه يشترك عشان تشوفوا الحلويات والجمال ده. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.